تتلخص مطالبنا نحن الطلبة في 7 نقاط. أولها رفع المساعدة المالية بنسبة 200%، ثم تأتي رفع الرسوم الدراسية أو سقف الرسوم الدراسية من $3000 إلى 4500 بما يعادل 50%. أيضا حل مشكلة طلاب الاستمرارية، وأيضا لدينا مشكلة أو مطلب، وهو إلزام الملحقية الثقافية والسفارة بالدوام الرسمي، وذلك لتخفيف المعاناة التي يواجهها الطلاب. نناشد كل المسؤولين بالداخل وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي والأستاذ محمد سالم باسندوة، وأيضا اللجنة المشكلة أن تنظر بعناية فائقة لطلاب ماليزيا بحالة خاصة، لأننا نختلف عن بقية الدول، وذلك بسبب غلاء المعيشة ونزول العملة الدولار مقابل الرنجة الماليزي وأوضاعنا المعيشة الصعبة. طبعا نحن المعتصمون بمبنى السفارة اليمنية ما زلنا مواصلين ومستمرين في اعتصامنا حتى تحقيق أهدافنا ومطالبنا التي خرجنا من أجلها، وهي رفع المنحة المالية بسقف أو واقع 200%، ولن نغادر مكان الاعتصام إلا بتحقيق المطالب. هذه المطالبة ليست وليدة اليوم، وإنما خلال 5 سنوات ونحن نطالب برفع هذه المنحة، والتي لا زالت بنفس المقدار الثابت من رغم غلاء المعيشة وارتفاع الأجور والتكاليف. ناشدنا الجميع وأتت الجميع الكثير من اللجان إلى هنا، ولكن لا حل يرجى في ظل النظام السابق. نحن الآن في ظل نظام جديد، نتمنى أن يستجاب لنا، ومستمرين في الاعتصام حتى ننال جميع مطالبنا. خلص زمن الطغيان وبلش زمن الأحرار، والوطن العربي بيتغير والأرض تولع نار. خلص زمن الطغيان وبلش زمن الأحرار، والوطن العربي بيتغير والأرض تولع نار. هبت ريح الحرية والعرب لا مماله بعزمه هنه قوي بالصوت العالي قال هبت ريح الحرية والعرب لا. الوقفة الاحتجاجية اليوم هي تضامنا مع الوقفة الاحتجاجية التي ستكون في معظم دول العالم التي بها طلاب يمنيين موفدين. المطلب الرئيسي والذي نتمنى كل تمني أنه مسؤولينا وحكومتنا واللجنة المكونة المشرفة على هذا الموضوع أنه يلتفتوا إلى هذه المطالب، لأنها مطالب مشروعة، مطالب وحقوق مفروضة، ومفروض أنه من زمان قد تم تغيير هذه الاستراتيجيات. المطلب الرئيسي الذي بيطلبها الطلاب رفع المنحة المالية 100%. هذا الرقم ليس مبالغ فيه ولا ليس وهو واقعي جدا، ولا يلا يفي بالغرض. باسم الأمانة العامة للجالية اليمنية في ماليزيا أتقدم الشكر الجزيل للطلبة المعتصمين والذين ضحوا من أجل إخوانهم في كثير من الجامعات، ضحوا بدروسهم، ضحوا بأوقاتهم، ضحوا بالكثير من أجل المطالب التي شاب منها الرأس، وكثرت اللجان وكثرت الإرساليات من الداخل. ونطالب الوزارات التي أتت من قبل، عندهم تقارير كثيرة، وهذه التقارير لم ترى وجه النور من زمن بعيد. باسم الجالية وباسمي شخصيا مصطفى اليافعي أتقدم إلى كل المؤسسات النقابية بمساندة إخوانهم الطلاب. فيصل علي، طالب دراسات عليا. وقفتنا اليوم هنا مع زملائنا في هذه الوقفة الاحتجاجية التي تضم معظم دول العالم التي يتواجد فيها طلاب يمنيين، للمطالبة بزيادة المستحقات المالية التي هي في الحقيقة لا تكفي للمعيشة ولا تكفي لطالب العلم وهو في بلد المهجر. واحد وهدفنا واحد، رفع المنحة 200% نظرا للأسباب التالية: ارتفاع السكن، إجبار الطلاب على التأمين الصحي، عدم وجود بدل كتب، ارتفاع المواصلات. نحن هنا في ماليزيا في بلد صاعد ومفتوح واقتصاد مفتوح للجميع. الأسعار والعقارات ترتفع بشكل كبير جدا، والمنحة الثابتة منذ 2007 لم يتغير بها شيء، $340 لم تعد تكفي لشيء.
ونحن هنا معتصمون حتى تحقق كافة مطالبنا. خلص زمن الطغيان وبلش زمن الأحرار، والوطن العربي بيتغير والأرض تولع نار. خلص زمن الطغيان وبلش زمن الأحرار، الوطن العربي بيتغير والأرض تولع نار. مطالبنا زيادة المنحة المالية ورفع سقف الرسوم الدراسية، لأن معظم الجامعات الماليزية الآن رسومها تفوق عن السقف المحدد بوزارة المالية $3000. بسم الله الرحمن الرحيم. أتينا اليوم للتضامن مع الشباب والطلاب لرفع رسوم الدراسة والمستحقات، لأن حقيقة الوضع في ماليزيا الأسعار ترتفع من سنة إلى أخرى وتظل الرسوم بنفس ما هي ثابتة، والمعيشة تستاء عليهم والإيجار يرتفع عليهم، مما يسيء إلى تحصيلهم العلمي. فأنا حبيت أن أدعو الجميع اليوم للتضامن بشكل عام ورفع رسالة إلى الداخل يكون مضمونها رفع المساعدات المالية للطلاب، وأنا بدوري أقوم بجميع ما أستطيع عليه لدعم الطلاب، وإن شاء الله ربنا يوفق الجميع بإذن الله. ايدي بإيدك يا خي، والشعب العربي تحدى الموت، وحتى ينال الحرية بكفي ذل وبكفي سكوت. ايدي بإيدك يا خي. خلص زمن الطغيان وبلش زمن الأحرار، والوطن العربي. الطلاب المبتعثين في كل دول العالم تجمعوا في السفارات احتجاجا واعتصاما لإيصال رسالتهم إلى الداخل أنهم بحاجة إلى رفع المستحقات المالية وتحسين الوضع الراهن للطالب اليمني لرفع مستواه العلمي. أشتي وجه رسالة لباسندوة، إذا كانت أنتم متضامن معنا والوزراء متضامنين معنا، يعني فمن غريمنا؟ من نروح ندور؟ أرجو النظر في الأمر والاهتمام بالمشكلة، فهي مشكلة عويصة.